السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم ويوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة فيها أسرار مدينة المعمورة. المعمورة مش بس بحر، المعمورة يعني الجمال. هنشوف أسرار كتير وهنعرف كل حاجة عن مدينة المعمورة. زي ما احنا شايفين المعمورة كلها بالأشجار، كلها بيوت واطية، فيلا واطية. ده الفندق الجديد. طبعا يمكن أول مرة تشوفوا الفندق ده مفتوح جديد، وفي فندق تاني كمان هنشوفوه. ده الفندق ده ما بقالوش ياما في المعمورة زي ما احنا شايفين. بصوا الأشجار حوالين البيوت، بصوا البيوت والعماير، حوالي 3-4 أدوار. الأشجار مالية الدنيا حوالين العمارة، مداخل حتى مدخل العمارة زي الفيلا. طبعا هنا مدخل المنتزه من المعمورة. دي بوابة المنتزه اللي احنا شايفينها. هندخل بقى ونشوف جمال مدينة المعمورة وجمالها. زي ما احنا شايفين، بصوا الأشجار، بصوا كل دي شقق للإيجار وبيوت للإيجار. طبعا هي عماير، عبارة عن عمارة أكتر، أعلى حاجة 4 أدوار. طبعا في دورين وفي 3 أدوار. إيجار الشقق سهل جدا. إيجار الشقة في المدينة اللي احنا شايفينها دي مدينة المعمورة، إيجار الشقة 500 جنيه. بصوا دي فيلا الخاصة، في فيلا الخاصة لناس ساكنة، وفي عماير للإيجار، وفي فيلا للإيجار. خلاف كده في شاليهات على البحر للإيجار. طبعا بصوا مداخل العماير وجمالها، الخضرة والزرع عطيها روح جميلة، هدوء جميلة المعمورة. بصوا جمال الشوارع، بصوا المنظر كلها مزينة بالخضرة والزرع. طبعا جراشات للعربيات. بصوا الجمال. هنا داخلين على فندق المعمورة بالاس. فندق المعمورة بالاس من أشهر الفنادق في المعمورة. الفندق ده مش غالي واقتصادي، فندق جميل بيبص على البحر، يعني احنا كده في ظهرنا البحر على طول. فندق المعمورة بالاس مش غالي وليه أسعاره، تقدروا تخشوا على صفحته على النت وتعرفوا الأسعار وتتصلوا وتحجزوا وتعرفوا الأسعار. فندق المعمورة بالاس ده في منتهى الجمال. زي ما احنا شايفين كل الأوض على البحر، بص على البحر. بص الشوارع والجمال، بصوا وسع الشارع قد ايه. المعمورة يعني الهدوء، يعني الجمال، وبالليل لها لون تاني خالص. بصوا العماير. هنا بقى الشواطئ وجمالها، شواطئ المعمورة. بصوا جمال الشواطئ، النظافة. بصوا الشواطئ العامة في المعمورة جميلة ازاي. بصوا القعدات في منتهى الجمال. وهنا الممشى. طبعا بالليل بقى الممشى ده عجل بقى وسهر والدي جي واغاني يعني مش قادرة اقول لكم بقى. الممشى ده بالليل حكاية، تبقوا عايزين تمشوا فيه كده مش عايزين تروح. بصوا بقى جميل، منظر جميل وهدوء. هنا طبعا المعمورة دي عماير شركة المعمورة. بصوا جمال العماير،
ممكن تأجر بقى الشاليهات دي اللي على البحر على طول من شركة المعمورة أو من السماسرة. طبعا الإيجار على البحر على طول بيبقى 1000 جنيه. أما الشقق اللي شفناها في الشوارع اللي شفناها برا دي ب500 جنيه. هي خلف البحر على طول. بصوا جمال المنظر في منتهى الجمال. بحر المعمورة السنة دي جميل جميل جميل، وعشان كده عاملين فيه جولات كتير وعاملين فيه حاجات كتير. طبعا في شواطئ جميلة، دي الشواطئ العامة، والأسعار طبعا عرضناها. الدخول 50 جنيه دخول الفرد. بصوا الجمال، ترتيب ونظافة وجمال وهدوء. المعمورة بصراحة ما يتشبعش منها أبدا. كمان النهاردة حبيت أعرض لكم العماير والشوارع، مش البحر بس. لو انت هتأجر في المعمورة أو هتقعد أسبوع في المعمورة تبقى عارف الشوارع فيها سوق، فيها جوامع، فيها مستشفى. اللي هناك ده فندق برضو، فيها فنادق طبعا بدل الفندق 2 و3. لو حابب تنزل في فندق او تأجر زي ما قلت لكم الايجارات عشان محدش يزود عليكم. الشقق 500 جنيه اللي في الشوارع دي على البحر على طول 1000 جنيه زي دي كده، يبقى شايفة البحر على طول. وطبعا عرضت لكم الشواطئ والممشى الرئيسي على الشاطئ. بصوا الجمال، بصوا القعدات. حبايبي المتابعين، يا رب تكون عجبتكم جولة النهاردة في المعمورة، وهنعمل جولات كتير في المعمورة. تابعونا وإن شاء الله هتتبسطوا وهتشوفوا كل حاجة عشان تبقوا عارفين رايحين فين وإيه أسرار كل مكان. وأشوفكم في جولات كتير جاية إن شاء الله. باي باي.